حمتنتر إن آمون. هذا هو لقب الزوجة الإلهية في مصر القديمة. زوجة آمون أو حرفيا زوجة الإله آمون أو الزوجة الإلهية لآمون باللغة المصرية القديمة يطلق عليها حمتنتر إن آمون. كان لقبا خلال الدولة الحديثة في مصر القديمة متوارثا للابن عن أمها، واستمر من بداية الأسرة الثامنة عشر حتى الأسرة السادسة والعشرون، وكانت في الغالب تحمل زوجة الملك هذا اللقب، حيث كانت تقوم بطقوس دينية تختص بالإله آمون، لكن أحيانا كانت تحمله ابنة الملك الكبرى. وقد كان هذا اللقب، هناك نظرية تقول أنه خلال الأسرة الثامنة عشر كانت زوجة آمون هي الأميرة الوريثة، حيث كانت لها أهمية في خلافة الملك أبيها، وكان لازما على الأمير أو ابن الملك من زوجاته الثانويات ليخلف أبيه على العرش الزواج من زوجة الإله آمون، وبهذا أصبح زواج الإخوة في العائلة الملكة المصرية من العادات المتوارثة. كما إنه لو لم يكن من هناك أحد من أبناء الملك، فكان من الممكن أن تتزوج زوجة آمون أحد أقربائها من العائلة الملكة ليعتلي عرش مصر. وكان لزوجة آمون قصرا خاصا بها، وكان لها ضياعات وأراضي، وكانت لها مجموعة من الموظفين يقومون بإدارة تلك الأملاك لها. وبصفتها زوجة آمون، فكانت لها ممارسات بعض الطقوس الدينية سواء مع والدها الملك أو مع كبار الكهنة، كما كانت تقوم وسطهم بدور الملك في تمثيل ضربة لأعداء مصر. وخلال الأسرة الثامنة عشر كان اللقب ينتقل غالبا من الأم إلى الابنة بالوراثة، حتى جاء عهد الملك إخناتون وأوقف عبادة آمون بالقوة، وفرض على الدولة عبادة آتون وحده، مما أوقف هذا المنصب لفترة. وبدأوا من الأسرة التاسعة عشر حيث جاء رمسيس الثاني ومن تبعه من الرعامسة، وعيد الاعتبار لهذا المنصب وتم إحياؤه من جديد مع تغيير الاسم إلى زوجة الملك العظيمة حمتنسوت، ولم يصبح اللقب متنقلا من الأم إلى الابنة. وقد ارتبط اللقب بعبادة آمون التي كان مركزها طيبة وهي الأقصر اليوم، وفقد اللقب شيئا من قيمته بعدما انتقلت عاصمة مصر من طيبة إلى الشمال في العصر المتأخر. وهناك أيضا المتعبدة الإلهية لآمون أو اختصار المتعبدة الإلهية باللغة المصرية القديمة كان يطلق عليها دوات نتر إن آمن. كان اللقب الثاني في المرتبة بعد الزوجة الإلهية لآمون في مصر القديمة، وقد أنشئ هذا المنصب لتكون رئيس الكهنات الإله آمون. فخلال الألفية الأولى قبل الميلاد، عندما كانت صاحبة هذا المنصب تمارس أكبر قدر من التأثيرات والسلطة، كان موقعها يؤهلها لتسهيل نقل السلطة من ملك مصري لآخر. عندما تكون ابنة الأخير في هذا المنصب الحساس، تحكمت المتعبدة الإلهية لآمون في مهمات وواجبات المعبد المختلفة، وسيطرت على جزء كبير من الاقتصاد المصري القديم. تعد زوجة آمون الإلهية كان لقبا مماثلا في المنصب للكاهن الأكبر، وقد نشأ كلقب تحمله ابنة رئيس كهنة آمون في عهد الملكة حتشبسوت، واستمر كمنصب هام عندما كانت عاصمة مصر ما تزال في طيبة. وخلال الأسرة العشرون وفي وقت لاحق يمكن مشاهدة إضافة لقب المتعبدة الإلهية لآمون للقب الزوجة الإلهية لآمون الذي كان معمولا به. وقد تم إحياء لقب زوجة الإله آمون في الأسرة العشرون عندما حملته إيزيس ابنة الملك رعمسيس السادس، بالإضافة إلى مناصب إضافية للمتعبدة الإلهية. وقد حكم رعمسيس السادس من العام 1145 إلى العام 1137 قبل الميلاد، ويبدو أنها لم تتزوج مطلقا، وإنها أول بتول في منصب المتعبدة الإلهية لآمون. وقد اشترط كذلك كتقليد جديد تبنيها لابن الملك التالي على العرش في نهاية حكمه لتسهيل انتقال السلطة بين الملكين الحالي والقادم. وقد تم العمل بهذا التقليد، وتم تبني ابنة الملك التالي تحت لقب ابنة المتعبدة الإلهية لآمون. وخلال الأسرتين الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون بلغ المنصب الجديد قوته السياسية خلال أواخر عصر الانتقال الثالث، عندما تقلدت شبنؤوبت الأولى ابنة الملك أسروكون الثالث المنصب لأول مرة في طيبة، وبدوره عين النوبي الملك قشطة ابنته أمنريدس خلفا لها. ويتضح المكانة العالية لهذا المنصب في مقبرة أمنريدس في مدينة هابو في نهاية الفترة الانتقالية الثالثة وبداية العصر المتأخر. خلال الأسرات الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون كان المنصب في أقوى نفوذه سياسيا واقتصاديا،
كما تغير دور رؤساء كهنة آمون من الأمور الروحانية إلى دور أكثر دنيوية، وأصبحت المتعبدة الإلهية المحور الرئيسي لعبادة آمون في طيبة. وخلال عهد الأسرة السادسة والعشرون الملك الصاوي أبسماتيك الأول وحد مصر بالقوة تحت حكمه في شهر مارس من العام 656 قبل الميلاد. وأرغم الزوجة الإلهية لآمون الموجودة في المنصب في ذلك الوقت شبنؤوبة الثانية ابنة الملك النوبي بعنخي على تبني ابنته خلفا لها كمختارة لهذا المنصب. عندما بسط ملوك نباتة من كوش الذي حكموا خلال عهد الأسرة الخامسة والعشرون نفوذهم على صعيد مصر، تم إقناع زوجة الإله آمون شبنؤوبة الأولى أن تتبنى أمنريديس ابنة كشتا وريثة لها، وتم اتباع هذا التقليد خلال الأسرة الخامسة والعشرون حتى وحد الملك بسماتك الأول مصر وأخرج منها الكوشيين. وبدأ ما عرف لاحقا بعصر النهضة، والذي كانت ابنته نيوتكريس الأولى تم تبنيها عن طريق أمنريدس الثانية. ولوحة تبني نيتروكريس تظهر ما كان لهذا الحدث من هيبة. لقد أعطيت له ابنتي لتكون زوجة الإله، وقد وهبت له أفضل من أولئك الذين كانوا قبلها. من المؤكد أنه سيكون راضيا من عبادتها وحاميا للأرض الذي قدمتها له. في ذلك الوقت كان مركز حكم الأسرة الحاكمة في منطقة دلتا النيل في الوجه البحري، وكان منصب المتعبدة الإلهية وسيلة لتأمين علاقات سلمية مع منطقة طيبة، حيث كان مركز عبادة آمون في الوجه القبلي. وكان العدد من زوجات الإله الأضرحة الجنائزية التي شيدت على الضفة الغربية للنهر، ومعظمها محاذية لمدينة هابو التي بناها الملك رعمسيس الثالث. ونظرا لقوة وهيبة المنصب استخدمت حفلات تبني المتعبدة الحالية للمتعبدة المستقبلية كوسيلة لإظهار قوة ونفوذ الملك على الوجه القبلي وهو صعيد مصر. وبنفس الطريقة كان يستخدم هذا التقليد من قبل ملوك نبات السودانيين لتسليط الضوء على قوتهم شمالا في مصر. وكانت قوة المتعبدة الإلهية لآمون تقتصر على المنطقة المحيطة بطيبة في صعيد مصر، والتي كانت مركزا لعبادة الإله آمون.